بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه هكلمكم عن موضوع مهم قوي وهو تهجين الحمام. بص بقى، انا هجنت نوع من الحمام، نوعين يعني من الحمام. جابوا لي بصراحه، عالجوا لي مشكله كانت عندي يعني. هجنت الحمام الزاجل مع الحمام الروماني. الحمام الزاجل حمامه مناعتها حلوه، حمامه قويه، حمامه انتاجها حلو، ولكن حجمها صغير، وانا بدور على حمامه لحم حجم كبير. والحمام الروماني حمامه حجمها كبير، وحمامه بسم الله ما شاء الله كويسه وتديني لحم كتير، ولكن مناعتها ضعيفه شويه، وكمان فيها مشاكل في تكسير البيض والتخصيب، يعني عشان حمامه كبيره فالتخصيب بتاعها ضعيف شويه، سواء في الذكر وفي النتايه بتطول شويه معايا في انتاج البيض. انا هجنت الحمام الزاجل، هجنت ذكر زاجل مع نتايه روماني، ذكر زاجل مع نتايه روماني. ايه اللي انا وصلت له؟ وصلت للنوع ده اهو. بص كده معايا، بص الحمامه دي باينه مع حضرتك. ده يا باشا تهجين الزاجل مع الروماني، تاني حمامه بسم الله ما شاء الله. الحمامه ديت اول حاجه مناعتها كويسه، حجمها كويس خالص، يعني هي مناعه كويسه وانتاجها كويس للزاجل، وفي نفس الوقت حجم كويس في الروماني. ليه بقى يا معلمي؟ بص الحجم قد ايه، حجمها بسم الله ما شاء الله، حجمها كويس قوي. يبقى دي حمامه لحم ما فيهاش غلطه اهي، حمامه لحم ما فيهاش غلطه، وفي نفس الوقت ادتني حجم الروماني وانتاج الزاجل. يبقى انا معلش يا جماعه كده، تهجين الحمام الزاجل مع الحمام الروماني. ما اعرفش بقى في حد عملها قبل كده، بس انا ايه يعني، دي عاملها عندي انا في الغيه بتاعتي. زي ما قلت لحضراتكم، الحمام الروماني مناعه كويسه. ماشي يا جماعه، يبقى الحمام اهي، دي الحمامه دي انتاج من الحمام الروماني والحمام الزاجل. زي ما قلت لحضراتكم، الحمام الزاجل مناعته كويسه، حجمه ضعيف شويه بس انتاجه كويس، وحمامه تخصيبها كويس. ايه الحمام الروماني حمامه حجم كبير، ولكن مناعتها ضعيفه اقل شويه، وبرضه تخصيبها مش احسن حاجه، وحمامه برضو يعني بتجيب الانتاج بتاعها ضعيف شويه بالنسبه للزاجل. الزاجل ممكن يلحم العش في العش، الروماني يعني صعب شويه، بيلحم برضو بس صعب شويه، مش زي الزاجل. فانا جبت الحجم ده اهو. مش عارف الحمامه باينه معاك ولا لا، حمامه بسم الله ما شاء الله، وانا جربتها يعني. الحمامه دي انا جوزتها وفرغت منها. بسم الله ما شاء الله، حمامه انتاجها حلو، مناعتها حلوه، زغاليلها حلو، وزغاليلها حجمها حلو، هي الحمامه ذات نفسها حجمها حلو يعني. الحمامه اهي بسم الله ما شاء الله حجمها كويس، يعني الحمامه حجمها كويس. ده اللي انا بقول لحضراتكم، لو انت عايز حمامه لحم وحمامه مناعه كويسه وحمامه انتاج كويسه، توكل على الله. التجربه دي تجربتي الشخصيه، دي تجربه والله شخصيه انا عاملها عندي. ان انت تجوز الحمام الزاجل مع الحمام الروماني. حاول تخلي الذكر هو الزاجل، يعني حاول تخلي الذكر الزاجل والنتايه الروماني. ليه بقى؟ الذكر الزاجل بسم الله ما شاء الله نشيط، وبيطلع على النتايه وبيخصب بسرعه وبتبقى 100 100. العكس بقى، يعني انت حضرتك لو عملت الذكر الروماني والنتايه الزاجل، بتبقى النتايه ضعيفه والذكر حجمه كبير، يقعد يدوس عليها ويعني بيبهدلها خالص. اما الذكر الخفيف هوب بينط مره واحده في ثانيه يكون مخصب الايه الحمام. يعني برضو من الحته التركايه يعني، او الفنيه في الموضوع التهجين ده، خلي الذكر هو الزاجل وخلي النتايه هي الروماني. ده الخلفه بتاعتهم اهي بسم الله ما شاء الله، حجم كويس. يعني ايه، كنت انا عايز مثلا اوزنها لكم على الميزانه كده عشان تعرفوا ميزانها قد ايه. مش عارف حضراتكم هتشوفوا ولا لا، بس هي يعني النتايه هحاول كده على قد ما اقدر بسم الله عشان تعرف حجم النتايه دي قد ايه. بس يا بنتي انت متعصبه ليه كده اهي. مدياني كام؟ مدياني كام على الميزانة؟ بسم الله، يعني حوالي 800 جرام تقريبا. يعني الحمامة دي مدياني 800 جرام، يعني بسم الله ما شاء الله حجم 10 على 10. يعني الحمامة دي ادتني على الميزانة 800 جرام. يا ست اهدي بقى. وحمامة بسم الله ما شاء الله عافية، والله ما انا عارف اثبت التليفون منها. يعني الحمامة بسم الله ما شاء الله حمامة عافية، مناعة جامدة، نشيطة زي الزاجل كده. بص الحمامة نشيطة زي الزاجل، حمامة 10 على 10. لو عجبكم الفيديو، أخوكم طاهر غاوي حمام، حاولوا تشتركوا في القناة وتدعوا لأخوكم، والسلام عليكم ورحمة الله.